لوليتا حلوة. ازيك يا لوليتا؟ عامل لك شوية شاي انما ايه عجب. يلا مد ايدك يا لوليتا، مد ايدك. سخن معلش سخن شوية معلش. يا فرج صباح الفل يا فرج. موز سوداني. قر نفسك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يا حنفي في ايه؟ اهلا يا دكتور. مالها لوليتا عصبية كده ليه؟ انا عارف جابوها من انهي داهية، دي غوريلا غبية جدا ما بتتعلمش. هاي شوف قلة ادبها. لا 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 استنى تصرفاتها دي يا حنفي ليها معنى. من الواضح يا حنفي ان لوليتا دي هتبقى وش السعد. قصدك يا دكتور؟ عصبيتها دي لانها في موسم التكاثر. ايوه، والعصبيه دي بتقول لنا انها عندها كبت جنسي. ده انت فعلا جسمه كده يا لوليتا. شفت دلعها؟ دلع متاية. شفت كمان يا حنفي بصتها دايما على قفص الغوريلا فرج. اهو ده بقى يفسر لنا ان هي عندها رغبة دفينة. مش بقول لك في موسم التكاثر. اسمع يا حنفي، لوليتا تاخد حقنة مهدئة تنيمها، وقبل ما تروح يا حنفي تفتح الحاجز اللي بين قفصها وقفص الغوريلا فرج. شفت يا حنفي فرحت ازاي؟ مش بقول لك في موسم التكاثر كبت جنسي. اسمع، ما تنساش قبل ما تروح تفتح الباب لفرج. افتح الباب لفرج واقفل الباب الوراني بتاع قفصها. مفهوم؟ اوامرك يا دكتور، اوامرك. يلا يا لوليتا هات لنا غوريلتين حلوين كده. يخرب بيتك يا فرج، على بيت الدكتور، على بيتك يا فريد. هعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ ايه المصيبه دي؟ انا لازم امشي قبل ما حنفي الزفت ده يفتح الباب اللي بيني وبين الغوريلا فرج. انا اكلم بابا. ايوه فين التليفون؟ فين التليفون؟ التليفون فين؟ فين الحيوانات؟ ما فيهاش غير الحيوانه دي. التليفون تليفونه مشغول، ده وقته. سبحان الله، الغوريلا ماسكه محمود. مش ممكن دي بتقلد البني ادمين بالظبط. دي باين عليها حامل. حامل ده ايه؟ دي بس عندها انتفاخ من كتر اكل السوداني. جاتك داهيه في ريحتك. يلا نقعد هنا نتغدى جنب الغوريلا. يلا يا لوليتا خليكي حلوه كده ومؤدبه وما تضايقيش فرج. ما تزعليش فرج.
ادخل يا فرج. جدعا يا فرج. عمو هو الغوريلا فرج ده يبقى جوزها؟ لا يا حبيبتي، متكلم عليها بس هيتجوزها دلوقتي. لا، انا مش لوليتا، انا بني ادمه. انا لسه اصلا ضايع حقي، لسه اصلا انا بانجليزي دفعه 2005 تقدير عام جيد جدا. فرج سعيد بكالوريوس تجاره دفعه 2001. ايه ده؟ يا ماما يا نهار اسود، دي شكلها الغوريلا الحقيقيه. ضايع حقي. بكالوريوس تجارة دفعة 1970. ماما انا عايزه اروح. خلاصي تروحي بعد ايه؟ بعد ما قفشتكوا انت وفرج في قفص واحد. عمي انا خلاص يا ابني، انا موافق على جوازكم. احنا على العموم بنشتري غوريلا يا ابني، وانتوا مش هتدوروا على شقة، هيبقى شغلكم في نفس القفص الذهبي اللي هيلمكوا. واذا كان على المأذون، انا اعرف مأذون لابس اسد هنا جنبينا في اتجوزوا واشتغلوا الشغلانة دي، وهتبقوا فرجة للعالم كله.